انا بطالب ان انا ادرب النادي الاهلي، دي حاجه من حقي يعني. ما حدش يقول لي مؤهلاتك ايه. لو حد قال لي مؤهلات الناس اللي مسكت النادي الاهلي ايه، هقول لك مؤهلات ايه. اكيد مش هطلع باداء اسوأ من كده يعني ولا نتائج. يعني انا هو راجل ما دربتش في حياتي، انا لو رحت مسكت لعيبه الاهلي دي من بكره ويلا يا رجاله ونقف كده 4 و4 و2 ونقرب لبعض ونضغط ونطير، هيعملوا نفس الاداء. ما اعتقدش ان هيبقى اسوأ من كده يعني. ايه اللي ممكن الراجل يسترب ده اللي بيقوله في اوضه اللبس؟ انا ما اعرفش اقوله، ما اعرفش. الراجل بياخد له بتاع 120 الف دولار ولا اكتر، انا 15,000 جنيه وحق الشاي وانا مرضي عن كده، وهطلع بنفس النتائج. يعني اقصى احلامي هتعادل، الاهلي بيتعادل، هخسر، الاهلي بيخسر مع الراجل ده. فانا بعمل حمله ان شاء الله وهاشتاج ان انا هدرب النادي الاهلي، وتدعموني ان شاء الله. ما هو مفيش اسوأ من كده، مفيش حاجه انيل من كده يعني. تعبنا والله، اداء مزري وحاجه مقرفه، وهو الدفاع العالي وكأن رصة اللعيبه في الدفاع العالي والدفاع الطاير. ويلا يا شباب ساعه العرضيات 5 يخشوا في النص عند منطقه جزاء الخصم. يقول لي طب ما الاهلي راح النهارده وعلي لطفي انقذ. صحيح، ما هي دي الكوره، انت ما رحتش غير هتروح بكام كوره؟ طبيعي ان الحارس تألق. انت عملت كام انفراد 1 على 1؟ يعني الاهلي خلق كام فرصه انفراد على علي لطفي؟ جبت كره في العارضه، حصل. في نفس الوقت الجون اللي جبته التعادل كان علي لطفي كان يقدر يتعامل معاه احسن من كده. زي ما الجون بتاعك اتحسب لك، انت ضيعت، وهي دي الكوره. لكن هات لي ماتش الاهلي ما تهاجمش عليه، اذكر لي ماتش واحد كان الاهلي جيد دفاعيا والفرقه اللي قدامنا يعني متعذبه عشان توصل لنا، وانت مغمض عينك. كل الفرق بتهاجم الاهلي، كل الفرق بتعرف تشوط على الشناوي وبتوصل في 4 5 لمسات. فوالله الموسم كده كده يا جماعه ما حدش يتعشم خير والله مع المدرب ده. هو في سكه بيراميدز، وانا عند رايي الشخصي وارد برضه اصيب وارد اخيب. الدوري رايح لبيراميدز الاكثر استقرارا فنيا، فرقه بعيده عن الدوشه دلوقتي. احنا اللي في وش المدفع، واحنا اللي هنلم الحصاد ده اخر الموسم. واحنا بنخسر في الدوري في اخر الموسم، وانت بتخسر في افريقيا في ادوار ما ينفعش تخسر فيها. احنا اللي هنشيل الليله كجمهور، وهنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. فانا عشان كده يعني نلحق الموسم، ويعني ان شاء الله انا همسك النادي الاهلي وهعمل اوعدكم مش هيبقى اسوأ من كده. مش هقول لكم يبقى احسن من كده، بس والله مش هيبقى اسوأ من كده في الفتره دي يعني.